التحليق في سماء اليمن بات بتصريح من عاصفة الحزم التي تمسك بزمام الأمور على أرض المعركة بدعم من اللجان الشعبية والقبائل. وفي ظل هذا الإجراء الجديد تم إجبار طائرة إغاثية على الهبوط في مدينة جازان السعودية بعد تحديها للحظر. وتؤكد قيادة التحالف أنه إن شاء الله الحدود البرية للمملكة ستكون آمنة بمشيئة الله. لن يسمح لهذه الميليشيات بأي تهديد، ولذلك العمل يتم في العمق داخل مواقعهم في صعدة. في صنعاء شنت طائرة التحالف غارات عنيفة على مخازن أسلحة للحوثيين وقوات صالح في معسكري الصباحة وفج عطان، وأخرى في جبل نقم، إضافة للمقر الرئيسي لقوات الأمن الخاصة. في مأرب أحبط مقاتلو اللواء 312 الموالي للشرعية هجوما للحوثيين الذين قتل عدد منهم وأسر آخرون، بينما هاجمت المقاومة الشعبية في محافظة الضالع مواقع ميليشيات الحوثي وصالح في منطقة سناح، ما أوقع قتل وجرح في صفوفهم. أما في تعز فطالت غارات التحالف مقر اللواء 22 حرس جمهوري الذي تتمركز فيه الميليشيات. في عدن أغلقت ميليشيات الحوثي وصالح منافذ المدينة وواصلت إطلاق النار عشوائيا على المواطنين، فيما اضطر عناصر هذه الميليشيات مع قطع خطوط الإمداد عليهم للتسلل إلى المدينة عبر قوارب صيد متنكرين بملابس صيادين. في المقابل تتواصل الاشتباكات في حيدر سعد. المقاومة من جهتها استهدفت عددا من الفنادق التي يتحصن فيها قناصة حوثيون بعدن، كما اكتشفت بعض مخازن العتاد لهذه الميليشيات. إنسانيا لا يزال الوضع صعبا خاصة في عدن المحاصرة. عمال الإغاثة يؤدون مهامهم في ظل مخاطر كبيرة، ففي لحج تم اختطاف عامل إغاثة من قبل ميليشيات الحوثي وفق ما أعلن عنه الناطق باسم عاصفة الحزم.